بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم. أول حاجة، كل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة مولد النبوي الشريف، كل سنة وأنتم طيبين صلى الله عليه وسلم. يا رب تكونوا كلتوا حلاوة وانبسطتوا. تاني حاجة، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عام الدراسي الجديد، عام الدراسي 24/25. يا رب يجعلها سنة مبروكة وسنة خضرة عليكم إن شاء الله. وكل اللي عايز حاجة يتمناها، واللي عايز ينجح ينجح إن شاء الله. ربنا مع أولادنا كلهم بإذن الله. أول حاجة نتكلم عندنا النهاردة 4 مواضيع: موت إيهاب جلال، ثم موت قضية أبو الفتوح، ثم تالت حاجة أخبار الأهلي وأخبار الزمالك والصفقات والحكايات والروايات، وبعد كده أخبار الدوري الإنجليزي. أول حاجة، البقاء لله والدوام لله. توفت رحمة الله تعالى كابتن إيهاب جلال يوم الأربعاء اللي فات. البقاء للأربع الماضي. البقاء لله والدوام لله سبحان الله وتعالى. البقاء لله سبحان الله تعالى. نقف دقيقة أحداد. يا ريت كل الناس اللي تشوف الفيديو نقرا الفاتحة على كابتن إيهاب جلال، ثم نكمل الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. توفى إلى رحمة الله كابتن إيهاب جلال. البقاء لله لأسرته والأهل والأصدقاء وأصحابه وحبايبه في محافظة الإسماعيلية. البقاء لله، بقاء لله لمصر كلها، وبالأخص محافظة الإسماعيلية الجميلة الباسلة. البقاء لله والدوام لله. ثم بقى بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم بقى على تاني حاجة النهاردة: قضية أحمد أبو الفتوح اللي انتهت منذ قليل. نشوف إيه اللي حصل فيها النهاردة. النهارده حصل قضيه ابو الفتوح تاني جلسات المحكمه. النهارده اول حاجه اسر الضحيه ترفض التصالح. تاني جلسات محاكمه ابو الفتوح. محامي، اول حاجه نتكلم عن المحامي اللي نجني عليه امين الشرطه، ثم الدفاع احمد ابو الفتوح قال ايه. نظرت المحكمه جلسات مطروح الدائره الثانيه جلسات محاكمه احمد ابو الفتوح لتمام باحراز جور الحشيش المخدر يكسر التعاطي وتثبيت الخطأ القاتل المجني عليه سيد أحمد حال قدر المتهم بسيارته بسرعة عالية وتحت تأثير المخدر تجاوز السرعة القصوى المحددة. ده بيان الحالة. بعد كده أسرة المجني عليه قالت إيه؟ أسرة الضحية ترفض التصالح، وابنه المجني عليه قالت له: أبي جاء سليما لكن قبلنا الدية، لكن أبي لنا 4 حتت. يا ساتر يا رب، يعني الراجل جه 4 حتت. لو جه البيت بابا، لو قالت يا عمو، لو زدت، لو جاء بابا اللي جاي لي قطع جات لي جثه واحده كان ده صالحنا. بس هو جاي لي 4 قطع، بقى في صلح. خلاص. دي حاله المتهم، حاله المجني عليه. اما بقى في الدفاع اللاعب طلب اخلاء سبيل حيث لا يخشى هروبه، وطلب استماع الى شهاده الطبيب الشرعي وشهاده الوقوع. يعني لما المحامي بتاع احمد فتوح طلب شهاده الشهود وطلب اخلاء سبيله. وبعد كده بقى هنشوف هيحصل ايه. ثم المحكمه قالت كلامها. نشوف بقى المحكمه قالت ايه. المحكمه قالت هنا: اخلاء سبيل احمد ابو الفتوح بخروج كفالة 50,000 جنيه مصري، وتحديد الجلسة يوم 22/10 لحين استدعاء الطبيب الشرعي وشهود الواقع. كده ده كلام أحمد فتوح بخروج كفالة 50,000 جنيه. خلاص كده الحمد لله أحمد فتوح خرج بالسلامة، بيدفع كفالة 50,000 جنيه. بقى هل هنا السؤال: هل فتوح يلعب مباراة القمة أمام الزمالك أمام الأهلي في السوبر الأفريقي ولا لم يسافر؟ ده السؤال بطرحه عند المحامين وعند أصحاب القضاء. الفتوح مسموح لي يسافر ولا لأ؟ ده السؤال بيشاع جمهور نادي الزمالك قبل ماتش الأهلي، قبل ماتش السوبر الأفريقي الأهلي والزمالك 27/9/2024 في السعودية. هل بقى فتوح يسافر السعودية مع النادي الزمالك ولا لأ؟
ده سؤال كل جماهير الزمالك بتسأل، والجماهير مصر، هل فتوح يسافر ولا لا؟ ده نعرفه خلال الايام اللي جايه. وكده فتوح الحمد لله يخرج بالسلامه باذن الله. بعد كده بقى يصالح بقى اهل من الشرطه، ويدفع بقى الديه مليون جنيه اداره الازهر. يعني الازهر ده الازهر المصري مفتي الجمهوريه قال الديه دفعها مليون جنيه. فتوح لو يدفع مليون جنيه ويصالح المجني عليه بقى كده كويس. اما بقى لو في كلام تاني يوم استنى بقى نشوف بقى المحكمة بقى يوم الثلاثاء القادم 22/10 بإذن الله الموافق الثلاث. كده خلاص خلصنا قضية فتوح. يلا نخش بقى على أخبار الزمالك عشان نحلل الزمالك الأول، عشان الزمالك لعب أمام بوليسي كيني. وبعد كده نشوف صفقات الزمالك عاملة ازاي. يلا بقى نخش على الزمالك. الزمالك لعب امام بوليس الكيني، كسب 1-0 بهدف عبد الله السعيد. الزمالك لعب حلو قوي اداء الشوط الاول، وهجمه هنا وهجمه هناك واوعى وشك لحد عبد الله السعيد جاب جون وانتهى الشوط الاول 1-0. بعد كده الشوط الثاني الزمالك بقى سيء جدا. كان بوليس الكيني يقدر يخلص على الزمالك، بس ربنا مع الزمالك وربنا وقف مع الزمالك. وجوميز كان بيستلسف كتير. جوميز كان كل شويه عمل تغييرين خطأين، نزول شيكابالا ونزول منسي. ما كان ناصر ماهر والجزيري. لا جوميز انت كده اخطأت في التشكيل الزمالك. لا شيكابالا ينزل اخر 10. شيكابالا مبداش المباراه ويلعب 45 دقيقه. حتى الشيكابالا اخر 12 دقيقه، اخر ربع ساعه، مش يلعب 45 دقيقه. شيكابالا برضو المفروض ينزل 12 دقيقه ويلعب. كده جوميز بيستلسف كتير. بس كده خلاص الزمالك ضمن التأهل بنسبة 70% بإذن الله. مبروك للزمالك ومبروك للزملكاوية وجون عبد الله السعيد. وإن شاء الله عندنا بقى مع الزمالك تشكيل الزمالك الحلقة الجاية إن شاء الله قبل ماتش الأهلي، ونشوف بقى صفقات الزمالك عاملة إزاي. صفقات الزمالك: عمر فرج مهاجم، سيدي نضاي مهاجم، نراد مشلك وينج ليفت، باتك محمود باتك ده مغربي باك ليفت، محمد حمدي بتاع انبي باك ليفت. اللاعبين من الاعاره: حسام اشرف واحمد محمود حسام اشرف مهاجم، ومحمود احمد محمود باك رايت. كده ده الزمالك وصفقات الزمالك نقولهم تاني: عمر فرج، سيدي نضاي، كون دراند مشلك، باتك محمود باتك ده باك ليفت، محمد حمدي باك ليفت اللاعبين من الاعاره، حسام اشرف ومهاجم، واحمد محمود باك رايت. دي صفقات الزمالك ان شاء الله تعالى. بعد كده بقى الاخبار الاهلي برضو الحمد لله فاز على جوراميا الكيني 3-0 اللي جاب الاجوان رامي ربيعه و2 تاو. بقى كده الاهلي برضو بسم الله ما شاء الله عليه خلص الماتش بدري. في اول ربع ساعه جاب جونين. بعد كده الاهلي ريح خالص، لعب ماتش بمزاجه. كده الاهلي يخلي الشوط الاول 2-0. بعد كده الاهلي عمل تغييرات وغير، جاب الجون الثالث برضو. بعد كده الماتش خلص 3-0 الاهلي. كده الاهلي كده بطل يخوف برضو. يعقوب السعد الاهلي خلاص يخلص ال 13 والاهلي يبحث عن 13. الاهلي ان شاء الله ياخد 13. الاهلي فريق يخوف بسم الله ما شاء الله. الاهلي فريق يخوف، وان شاء الله الاهلي ان شاء الله يبقى جاهز 13 بامر الله. بعد كده بقى نتكلم على صفقات الاهلي. صفقات الاهلي: يوسف ايمن ده مدافع، اشرف داري مدافع، يحيى عطية الله باك ليفت، عمر الساعي خط نص. نقولهم تاني: يعني عندنا يحيى عطية الله باك ليفت، اشرف داري مدافع، يوسف ايمن مدافع، وعمر الساعي خط نص. كده خلاص كده خلصنا الاهلي وخلصنا الزمالك. يلا بقى عندنا نخش بقى الدوري الانجليزي
وباريم ليج، وشوف ايه الحكايه وايه اللي حصل في الدوري الانجليزي. كده كانت بص هنتكلم عن اول 4 مباريات: مباراه المان يونايتد، مباراه ليفربول، ومباراه السيتي، ومباراه اخر مباراه كانت معانا الارسنال وتوتنهام. اول مباراه معانا كانت مباراه المان يونايتد، خلص 3-0 بعد غسيل ومكوى عند مدرب المان يونايتد هاننج. غسيل ومكوى، كل الناس هاجمته بعد خسارته من ليفربول 3-1. بعد كده يجيب بقى كسب 3-0 بقيادة ريشفورد، هو اللي جاب الجونين. 3-0 خلص مان يونايتد 3-0. بعد كده ليفربول يقدم اداء سيء جدا ويخسر 1-0، واداء سيء من محمد صلاح، نجمنا محمد صلاح، ويخسر 1-0. مش حلو خالص ليفربول بعد التوقف، ولا في ارهاق ولا في حاجات مش كويسه. بعد كده السيتي يكسب 2-1، واصابه هالاند، قصدي مش عارف، في اصابه هالاند 2-1 بقياده هالاند. كده هالاند متصدر الدوري ب10 اهداف. وبعد كده المباراه الاخيره ارسنال توتنهام، المباراه دي كان توتنهام حلو قوي الشوط الاول، كان عمال يروح كتير قوي بقياده سون، بس الارسنال يخطف واحده ويخلص الماتش 1-0 على ارسنال على توتنهام. وبعد كده يلا بقى نظره سريعه على الدوري الليجا الاسبانيه. برشلونه متصدر الدوري عن ريال مدريد فرق نقطه. برشلونه 12 نقطه وريال مدريد 11 نقطه. ويوم الثلاث والاربع ان شاء الله يبدا دوري ابطال اوروبا ان شاء الله باذن الله. اول مباراه مهمه يوم الاربع معانا ليفربول ضد ميلان ان شاء الله الساعه 10. وكمان يوم الاحد الجاي مباراه مهمه جدا في الدوري الانجليزي، السيتي ضد ارسنال الساعه 6:30 ان شاء الله تعالى. كل الجديد مع باسم الزمر، برنامج الكرة مع باسم، مش اشتراك وتفعيل الجرس. والكرة مع مين؟ الكرة مع باسم. شكرا، سلام.